ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده هنعمل مع بعض الخبز المحشي فراخ. شايفين الجمال؟ حاجه كده تحفه. شايفين الشكل الجميل ده؟ تعالوا نفتح مع بعض واحده كده ونشوف الجمال. عامله عزومه بقى وعايزه تعملي طبق كده يشرفك قدام اللي موجودين، مفيش احلى من كده. شايفين الجمال؟ وفيها كل العناصر الغذائيه. الله، شمين ريحه الجمال ده؟ ريحتها وطعمها يجنن. والخضار والفراخ مستويين في قلبها ازاي. بس قبل ما ندخل ونشوف طريقة الجمال ده، ما تنسوش تصلوا على النبي وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يلا بينا ندخل ونشوف طريقة الجمال ده. معايا اول حاجة نص كيلو دقيق، هنزل فوقيها بنص معلقة ملح صغيرة ومعلقة سكر كبيرة، ونقلب المكونات الجافة مع بعض. هنزل فوقيها باتنين بيضة، ونقلبها كويس. وعندي كوباية زبدة، نص كوباية زبدة متسيحة، نص كوباية. نفرك بقى الزبدة مع الدقيق كويس لحد ما الدقيق يتشرب الزبدة كلها. فركنا الدقيق مع الزبدة والبيض لحد ما بقى بالشكل ده. عندي بقى نص كوباية حليب على نص كوباية مية. انا عايزة العجينة بتاعتي تكون ناشفة او قاسية في ايدي، ما تكونش طرية. ده شكل العجينة بتاعتي بعد ما خلصت. ده الملمس المطلوب. هحطها عندي بقى في كيس تلاجة والفها في ورق استرتش واسيبها ترتاح ربع ساعة عقبال ما نجهز الحشوة. المكونات بتاعتي معايا صدر فرخة، ومعايا حبيتين بطاطس كبار مقطعاهم مكعبات بالشكل ده، ومعايا بصلاية كبيرة مقطعاها عشوائي، ومعايا 2 جزرتين مقطعاهم برضو بالطريقة دي عشوائي، ومعايا معلقة صغيرة توم مفروم. هبدأ اقطع عندي صدر الفرخة المكعبات صغيرة بالشكل ده. وده شكل الفراخ بعد ما قطعتها المكعبات صغيرة. هجيب عندي بولة كبيرة وهنزل فيها بالمكونات. البطاطس هنزل فوقها بالفراخ والجزر، وننزل فوقها بالبصل والتومة، وننزل فوقها بالبهارات. نص معلقة ملح صغيرة، معلقة صغيرة بابريكا، معلقة صغيرة فلفل اسمر، معلقة صغيرة بهارات فراخ، معلقة صغيرة زعتر. بس انا بفرك الزعتر كده كويس الاول. هنقلب بقى المكونات كويس مع بعضها بالشكل ده. وبعد لما قلبت عندي المكونات كويس في بعض، عندي طماطميتين مقطعاهم عشوائي، هننزل فوقيهم ونقلب. هننزل فوقيهم بمعلقة زيت كبيرة ونقلب كويس. وده شكل العجينة بتاعتي بعد ما ارتاحت. هبدأ اشكلها بقى الكور بالشكل ده.
بس هعملها كور كبيرة شوية. وبعد لما قسمتهم لكور متساوية بس كبيرة شوية بالشكل ده، هحط على الرخامة رشة دقيق خفيفة خالص. هبدأ افرد العجينة، افردها بالنشابة. وده شكل العجينة بعد ما فردتها. هحطها في بولة كبيرة شوية بالشكل ده. هنزل فوقيها بقى بالحشوة. ونبدأ بقى نقفلها كويس. شايفين الجمال؟ عندي صينية هدهنها بقى بنقطة زيت، وهنزل فوقيها بقى بالخبز. انا اتبقى عندي حتة عجينة صغيرة، هبدأ الفها رول بالشكل ده. هبدأ بقى الفها فوق الخبز بالشكل ده. وهجيب عندي كرة صغيرة من العجينة. شايفين الجمال؟ شايفين شكلها؟ تحفة. نشكل مع بعض واحدة تانية. نحط رشة دقيق خفيفة خالص، ونبدأ نفرد العجينة بالنشابة. وبعد لما فردت عندي العجينة بالشكل ده، هحطها في بولة كبيرة، وهنزل فوقيها بالحشوة. الحشوة بتاعتنا فيها العناصر الغذائية كلها. شايفين الجمال؟ حاجة سهلة وبسيطة ومفيدة كمان عشان خاطر الولاد. هبدأ اقفلها بالشكل ده. وهحطها عندي في الصينية اللي انا كنت دهناها زيت. وهجيب عندي حتة عجينة صغيرة، وهبدأ الفها رول بالشكل ده. بعد ما لفتها رول، هحطها كده فوق الخبز اللي احنا عملناه. وهجيب عندي حتة عجينة صغيرة، هكورها بالشكل ده. شايفين الجمال؟ تحفة. هعمل عندي الكمية كلها بنفس الطريقة. ده شكل الكمية بتاعتي بعد ما خلصت. هجيب عندي بولة فيها بيضة، وحطيت عليها ذرة خل صغيرة. هبدأ ادهن بقى وشها بالشكل ده.
وبعد لما دهنت وشه بالبيض بالشكل ده هدخله الفرن على درجة حرارة 160. بس الفرن لازم يكون سخن قبلها، وههدي الفرن عشان يستوى كويس. وبعد لما دهنت وشه بالبيض بالشكل ده هدخله الفرن على درجة حرارة 160. بس لازم الفرن يكون والع من قبلها ويكون سخن، ولما تخرج من الفرن هوريكي جمالها. وده شكل خبز الفراخ بعد ما طلع من الفرن. شايفين جماله؟ حاجة كده تحفة. تكوني عاملة عزومة بقى وتعملي الطبق ده في وسط العزومة، حاجة تشرفك بجد. شايفين الجمال؟ روعة. ولا الريحة تجنن. شمين الريحة معايا؟ ريحتها تحفة. جربيها وان شاء الله هتعجبك. وبألف هنا.